هيشتري. زائد كمان ان في من الناس اللي بتشتري حوارات كتير. بس في ناس من اللي بتشتري يا جماعه بتعمل حوارات كتير. طيب الحوارات دي يا ابو نور لازم انت لما تكون عايز تشتري كلب من اللي احنا بنعرضه بتحول لنا احنا فلوسه كامله، وبتروح تاخد الكلب بتاعك. طيب فلوسه دي بتفضل مع مين؟ بتفضل معانا احنا. الحمد لله احنا معروفين احنا فين ومكاننا فين، ومش احنا ما بنبيعش في الشارع. يعني احنا ما بنبيعش كلاب في وسط الشارع، احنا بنبيع كلاب في مكان ثابت ومعروفين. فلوس حضرتك بتبقى معايا وبتروح تتفرج على الكلب، عجبك بترن عليا بقى ابو نور حول للراجل فلوسه، الكلب عاجبني وتمام التمام. طب ما عجبكش فلوسك تترد لك، يبقى مين اللي هيرد لك؟ مش صاحب الكلب، انا اللي هرد لك فلوسك. تمام؟ عرفت بقى ايه الاحتياطات اللي احنا بناخدها من ناحيه الطرفين، من ناحيه البايع ومن ناحيه المشتري. تمام؟ طبعا البايع احنا بناخد منه عموله، المشتري بنسيب له العموله تقديريه. تمام؟ فدي الفكره يا جماعه، دي الفكره في العرض عندنا او نظام البيع عندنا. فلو انت مش فاهم يبقى اكيد كده فهمتني، يبقى كده عرفت انا بعمل ايه. احنا الاول بنعرض، وبعد كده بنقيم السعر الاول مع صاحب الكلب، وبنعرض وبيتصل بينا المشتري بنقول له ده عامل كذا، والكلام بيكون واضح وصريح للكل. تمام؟ وبنيجي بعد كده لما يروح يشتري بيحول لنا الفلوس على حسابنا احنا، والفلوس ما بتوصلش للبايع غير لما انت بتاخد كلبك وانت مطمن. بعد كده بنبعت للبايع فلوسه، والبايع بيبعت لنا العموله بتاعتنا بعيدا عن المشتري خالص. كده المشتري يبقى خد حقه واطمن ان الكلب المعروض هو اللي خده، مفيش اكتر من كده. طيب الناس بقى اللي بتروح تشتري وتتفرج، انت ليك الحق ان انت تتفرج وده حقك، بس انت شايفنا عارضين كلب جيرمان يبقى هتروح تاخد الكلب الجيرمان هو اللي في العرض. تمام؟ اما ان يتغير الكلب والكلام ده كله دي مشكله كبيره. فالحمد لله احنا ماشيين على كده بقالنا فتره، والموضوع ماشي معانا تمام التمام. في برضو موضوع كنا حابين نتكلم فيه، وهو يعني امتى ندرب الكلب بتاعي، لان في ناس كتير سالتني على السؤال ده وقالوا لي يا ابو نور احنا امتى ندرب الكلب؟ ايه السن القانوني ان احنا ندرب فيه الكلب ويكون الكلب فاهم؟ بص يا حبيب قلبي، انا اتكلمت في كذا حلقه واتكلمت في كذا فيديو وقلت كذا معلومه قبل كده من الموضوع ده. لو انت مربي جرو صغير وعايز تدربه، انت متاح ان انت تدربه من عمر 45 يوم لو انت اللي هتدربه بنفسك. لو انت اللي هتدربه بنفسك متاح ان انت تدربه 45 يوم. طب افرض انا يا ابو نور عندي جرو صغير وعايز اوديه يتدرب، مفيش مشكله، بس انت كده عايز تدفع، انت كده واحد عايز تدفع. تمام؟ لان الجرو الصغير ما بياخدش التدريبات اللي هي في خيالك، اللي هي هيمشي على سلك على خط النور ويمشي على الحبل والكلام ده كله، ما بياخدش التدريبات. الجراوي الصغيره بدل ما بتاخد حاجه اسمها تدريب بتاخد حاجه اسمها تاهيل. التاهيل ده بيكون عباره عن معلومات بسيطه، زي الطفل اللي داخل حضانه بالظبط، زي الطفل اللي داخل حضانه بالظبط. تمام؟ فلو انت حابب تدرب كلبك يفضل ان يكون عنده 7 شهور لو هتوديه مكان تدريب او حد هيدربه لك. اما لو انت حابب التدريب يكون سريع فانت تدرب كلبك الافضل، ابدا علمه خطوات واحده واحده كده وهو عمر 45 يوم، وهو عمر شهرين، وهو عمر 3 شهور، ابدا علمه واحده واحده. طب هنعلمه ازاي وانا ما نعرفش؟ ممكن تتابع الفيديوهات اللي احنا بننزلها، هتفيدك كتير ان انت تعلم الكلب بتاعك بنفسك. تمام؟ ودي حاجه هتوصل لك المعلومه بطريقه بسيطه وبطريقه سهله. اما عن موضوع بقى ان انت الكلب يكون عنده بقول لك يا ابو نور انا كان عندي كلب بدربه لما الاكل يخلص الكلب مش بيعمل الامر، لان انت ما بتكررش معاه، بقول لك يا ابو نور انا قصيت ودن الكلب بتاعي، ودن واقف ودن نايمه، اعمل ايه علشان توقف الودن؟ طب انت قصيتها ازاي وعايزها توقف؟ يا ريت يا جماعه اللي يكتب لنا كومنت يا ريت يوضح الكومنت بتاعه في تحت اي فيديو، يوضح لنا واحنا هنرد عليه في اللايف. تمام؟ فاتمنى تكون المعلومه وصلت والناس فهمتها. عندي كلب 65 يوم يبقى اكل صحي نوع بيتبول. بص 65 يوم واكل صحي انت هتوكل عادي خالص اكل مستوي لحد ما يخلص كل تطعيماته. احنا بنعمل كده بعد ما الكلب ما يخلص تطعيماته بنبدا نوكل الاكل الطبيعي او الاكل الني. تمام؟ اللي هو الفريش زي الهياكل والحاجات دي كلها. تمام؟ بالنسبه المشاكل الجلديه اللي بتحصل مع الجراوي، برضه المشاكل الجلديه اللي بتحصل مع الجراوي يا جماعه دي في حد ذاتها دي مشكله كبيره.